لا تعجب من قولي واصبر علي، إن تحريرها كلها بدأ. في حرب عام 2021 قلت إن تحريرها كلها ممكن، وممكن في هذا الجيل بمواجهة شاملة بين الكتلتين الديمغرافيتين في فلسطين التاريخية، وإن اشتباكاً عاماً في غزة والضفة الغربية والقدس والأرض التي احتلت عام 48 بين أهل البلد وغزاتهم كفيل بأن يضغط على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي حتى يسقط، فلا تعود إسرائيل بعد، وإن البلد لن يكون قابلاً لأن يحكم، وأكثر من نصف البشر القاطنين فيه يعصون حكامه. وأقول اليوم إن ما نشهده أمامنا بداية ذلك الاشتباك العام، وإن كل الاحتمالات مفتوحة في الحروب، ولكن الأرجح أن إسرائيل من حيث تريد تغيير حكم المقاومة في غزة ستنتهي عاجلاً أم آجلاً بتغيير نظام الحكم في تل أبيب. إن إسرائيل الدولة المولودة أصلاً بعقدة خوف مردها قلة العدد مقارنة بمحيطها العربي، تفاقمت أزمتها في السنوات الأخيرة لازدياد عدد العرب في فلسطين التاريخية ذاتها على عدد الإسرائيليين اليهود، ولنشوء جبهة مقاومة لإسرائيل على حدودها الشمالية ممتدة من بحر قزوين حتى البحر المتوسط. ولما يزل بين قادة إسرائيل من يدعو لحل عقدة الخوف هذه بشن حرب إبادة وتهجير على الفلسطينيين وشن حرب ردع على حلفاء المقاومة في الإقليم، وهو خيار كان قادة إسرائيل الأسن والأخطر يتجنبونه، لعلمهم أنه إن فشل ففيه نهاية المشروع الصهيوني بوقته. فلما شنت المقاومة هجومها الكبير يوم 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2023 أخذ العدو العصاب، فشن هذه الحرب في توقيت اختاره خصومه، وراح يقع في الخطأ بعد الخطأ، فإذا لم يخذل بعضنا بعضا فإننا قادرون على كسره، وإذا انكسر في هذه فلا جبر له بعدها. أيها الناس، إن العدو يستهدف غزة بكل هذا العنف تحديداً لأنها الأقوى، فأهلها اليوم أفضل الفلسطينيين تسليحاً وتدريباً وخبرة في القتال، لذلك فهم الأقدر على حماية أهل الضفة والقدس والداخل. فالعدو يريد القضاء على المسلح ليلتفت بعده إلى الأعزل وشبه الأعزل، وهو بذلك يبدأ المواجهة الشاملة والاشتباك العام بين الكتلتين الديمغرافيتين في فلسطين كلها، آملاً في نكبة جديدة. ولن يفلح العدو في هذا الاشتباك العام إلا إذا لم يصبح اشتباكاً عاماً وخذل بعضنا بعضاً فتركناه يقتلنا واحداً بعد الآخر وكل ينتظر دوره. أقول ليس لنا بد من أن نقاوم العدو جميعاً وفي الوقت ذاته بدلاً من أن يقتلنا تباعاً. لست هنا لأدعو الناس للخطر وأنا آمن، بل لأحذر من خطر متنكر في صورة الأمان. إن المواجهة اليوم أفضل وسيلة للنجاة، ومن خاف أو أجل اليوم فلن يؤجله العدو غداً. فإذا قاومناهم جميعاً فإننا منصورون، فقد استدعوا جيشهم كله، القوات العاملة والقوات الاحتياطية، ولخوفهم البنيوي فإن الجيش يشكل نسبة كبيرة من المجتمع عندهم ومن قوة العمل فيه، فإن حاربوا شل اقتصادهم، وكلفة الحرب السياسية عندهم أعلى من كلفتها السياسية عندنا. شعبنا لا ينفض عن الفدائيين إذا تألم، أما ناخبوهم فينفضون عن حكومتهم إذا لم تأتهم بنصر سريع رخيص الثمن. وقد أعلن العدو لهذه الحرب أهدافاً يستحيل معها النصر السريع الرخيص ذاك، فإعادة احتلال مدينة كثيفة السكان منتشرة السلاح ليس عندها ما تخسره ليس بالأمر الهين على القوى العظمى، فما بالك بإسرائيل؟ والمعروف في الحروب بين جيش نظامي وفدائيين أن الجيش النظامي إذا لم يحسم الحرب فقد خسر، أما الفدائيون فنصرهم أن يمنعوا الجيش النظامي من حسمها. فكل يوم يعجز العدو فيه عن حسم المعركة لصالحه يرفع من كلفة الحرب السياسية ويقربه من هزيمته. والعدو يعوض عن عجزه هذا باستهداف المدنيين، لكن استهدافهم لا يضعف القدرات العسكرية للمقاومين، بل يزيدهم غضباً لدماء ذويهم. ومن حيث يريد العدو لهذا القصف على المدنيين أن يردع أهلنا في الجبهة الشمالية والشرقية عن التدخل في الحرب، فإن القصف على العكس من مراد العدو يزيد من احتمال تدخلهم فيها، لأنهم يرون أن ما يجري على غزة اليوم هو ما يمكن أن يجري عليهم غداً إذا تركت المقاومة وحدها. فمن حيث أراد العدو الردع أصبح أشد محرض على نفسه، وها أنت ترى الضفة ولبنان تتصاعد فيهما عمليات المقاومة. فإذا تعددت الجبهات اضطر العدو
كلما أراد أن يعزز جبهة أن يضعف أخرى، فيعجز عن حسم الحرب في أي منها. هذا ولا حرب تحسم من الجو، فإن لم ينزل العدو إلى الأرض فإنه لن يحقق أي من أهدافه المعلنة، وإن نزل فسيتوقف القصف الجوي لاشتباك الجمعين، ثم ستأكله الأرض أكلاً، فحتى البناية المهدومة متراس والشجرة المقطوعة متراس. ويبدو أن ما جاء في الأثر من أن الحجر والشجر يقاتلان أكثر واقعية مما يظن معظم الناس. الأرض تقاتل الغزاة مع أهلها، وهذا ينطبق على العدو وعلى حلفائه المحتشدين في البحر. وهذا ما جرى في كل حرب مثل هذه، في الجزائر وفي العراق وفي أفغانستان وفي فيتنام، وعددوا ما شئتم. وإن المتجمعين في مطار بن غوريون يشبهون المتعلقين بأذيال المروحيات في سايغون وكابول. يا أهل غزة، يخجل المرء أن يخاطبكم، وإن كان من أصحاب جلالة بين البشر فأنتم. لقد حققتم إنجازاً سيدرس على مر الأجيال في الكليات العسكرية، وأربكتم عدوكم حتى فقد أعصابه وراح يهدد بالإبادة والتهجير. والقادر على شيء لا يهدد به، إنما يهدد العاجز. وإن العدو إذ يطلب منكم الرحيل لتأمنوا يكذب. سلوا أهلنا ممن تهجروا قبل 75 عاماً، هل أمنوا في صبرا وشاتيلا؟ هل أمنوا في تل الزعتر؟ بل هل أمنوا في جنين؟ أليست غزة نفسها ملأً بمخيمات تقصف اليوم سكانها أبناء من تهجروا في النكبة؟ هذا والقرار قراركم، وأنتم أبطال مهما قررتم. لكن العدو يطلب أمان نفسه لا أماننا، ويدعو إلى التهجير لا لأنه خائف على المدنيين، بل لأنه خائف منهم. ومن ذا يسمع نصيحة عدوه في الحروب؟ يا أهل غزة، يا أصحاب الجلالة والسمو، لقد استهدف مقاوموكم جنود العدو بينما استهدف العدو أطفالكم. ويعرف هذا الألم كل من فقد حبيباً، لكن هذا الألم مهما فعل بنا فإنه لا يدفعنا لمسامحة عدونا في دماء من نحب. هي ثارات آبائنا وأبنائنا، ونحن أمة لا تسامح في ثاراتها. نعم، غال هو الثمن، لكنه ثمن تحرير فلسطين كلها لا أقل. ليس ثمن رفع الحصار أو وساطة من هنا أو هناك، ليس ثمن ميناء أو مطار، ولا ثمن استقلال نسبي منقوص قليل الخير كثير الألقاب مضحك مبكٍ كالذي ترونه من حولكم. هذا ثمن فلسطين كلها من البحر إلى النهر. هذا ثمن سقوط تل أبيب مبناها ومعناها، وثمن تحرير القدس مبناها ومعناها في هذه الجولة أو فيما بعدها من جولات. يا أهلنا في الضفة، الشوارع شوارعكم، والبلاد بلادكم، والمستوطنات دونكم. ويا منتسبي أجهزة الأمن في سلطة رام الله، يا 60,000 مسلح بقي سلاحهم ساكتا يوما بعد يوم والأطفال يقصفون في سرائرهم. هذا التاريخ يكتب، فاختاروا مكانكم منه. وانظروا في عيون أمهاتكم وأطفالكم واسألوا أنفسكم: هل تطيعون الأوامر وتقفون على الحياد وشعبكم يباد، وتحمون الاحتلال من شعبكم، أم تحمون شعبكم من الاحتلال وتعيدون لسلاحكم شرفا؟ هل تنتظرون دوركم في الإبادة والتهجير، أم تدفعون عن أهلكم بما ملكت أيديكم؟ واعلم يا حضرة الضابط أن هذه الحرب إذ تشتد فإن كل فلسطيني يعاون العدو أو يحول دونه سيكون هو العدو، وسيجري عليه ما يجري على العدو من أحكام. يا أهلنا في الداخل، في كل فلسطين التي احتلت عام 48 نعرف سعار الحكومة وسعار المتطرفين، وأنتم أدرى بحالكم. ولكن ليس خيرا للمرء أن يواجههم في الشوارع اليوم بدلا من أن يواجهوكم في بيوتكم غدا؟ ليسوا غافلين عنكم ولا آمنين إياكم ولا محبين لكم، بل هم يبيتونكم. إن من سمى شعبكم حيوانات بشرية وقطع الماء والغذاء عن مليوني إنسان نصفهم من الأطفال في غزة لا أمان معه ما بقي، ولا بقاء معه ما أمن. يا أهلنا في القدس، هذه الحرب على اسم المسجد الأقصى، وإن لم يعد للمسجد الأقصى من يحميه فأنتم أدرى ما نوايا العدو فيه. المسجد أمانة في أيديكم. يا أهلنا وحلفاءنا وسندنا في الشمال، ويا أهلنا في بر الشام الكبير، ويا حلفاء المقاومة في الإقليم، إذا حاربنا العدو معا خير لنا من أن نحاربه فرادى، وإن لم يكن الآن فمتى؟ يا أهلنا في مصر، يا عمود الخيمة وحماة الأمة منذ القدم، هذه الحرب على حدودكم أنتم، فانظروا ما مكانكم منها وأي طرف تنفعون. وها هي إسرائيل تبني طريقا بريا يلغي قناة السويس، وتتحالف مع إثيوبيا في بناء سد يلغي النيل. فماذا يبقى من مصر بعد هذين؟
هذا والحكومة المصرية في حال سلم مع إسرائيل كأنه حلم، وإن الحصار البري عمل من أعمال الحرب، فإحكام الحكومة المصرية للحصار على غزة مشاركة لإسرائيل جنبا إلى جنب في حربها علينا، وهي ترتكب جريمة الإبادة العرقية وجريمة العقاب الجماعي وجريمة القتل العشوائي للناس. وقد قطعت إسرائيل الماء والكهرباء والغذاء والدواء عن أهل غزة ولا منفذ لهم إلا مصر، فإن أغلقت الحكومة هذا المنفذ أمام المدد فأنتم تعلمون من سيواجه الله والتاريخ بدمائنا. ويا جيش مصر، هل ثم من عمل أهم من الدفاع عن النيل وقناة السويس وسيناء؟ ومن يطلب من مدنيين تقصفهم الطائرات الصمود فليوفر لهم أسبابه، لا سيما وأسبابه عنده. ثم من عدوك؟ قوة نووية احتلت سيناء مرتين تحاربك في رزقك من المال والماء حتى وأنت تسالمها، أم فدائيون يسعون لتحرير شعبهم وبلادهم؟ سلاحهم معترض بين إسرائيل وسيناء، دمهم دمك وقوتهم قوتك، وخيرهم لك وضررهم على عداك. يا حكام العرب، إسرائيل تريدها نكبة جديدة، فاستعينوا بمحضر أرواح إن شئتم، واسألوا من كانوا حكاما وتواطؤوا على ضياع فلسطين أيام النكبة الأولى عن مصائرهم ومصائر أسرهم الحاكمة. يا أمتنا، والله سنكفيكم عدونا وعدوكم، ولكن اكفونا حكامكم المتحالفين معه، والله من وراء القصد. سيقولون لك: ما لك تقول ما تقول وأنت آمن؟ قل لهم: أتمزحون؟ متى كان مثلي ومثلكم آمنا في بلادنا؟ وإسرائيل إسرائيل وحكامنا حكامنا، وإن الأمن لفي كنف السلاح، فانظروا من يمنعه عنا وعنكم. إن نظام الفصل العنصري في إسرائيل بعد 75 سنة من النكبة يجد نفسه في حاجة إلى نكبة جديدة، وهذا في حد ذاته دليل على فشل النكبة الأولى، على فشل المشروع الصهيوني كله. وهذه الحرب سواء كانت جولة واحدة أو جولات كثيرة هي آخر حروب هذا الكيان، ينتهي أو ننتهي، ونحن منصورون إن لم يخذل بعضنا بعضا في كل فلسطين التاريخية وفي الإقليم. وإن خذل بعضنا بعضا طمعا في النجاة فإن النجاة تهرب من الطامع فيها، والموت يهرب ممن يقبلون عليه. قلت حين بدأت هذه الحروب: نفس الفداء لكل منتصر حزين. نعم، نحن نحزن على أحبابنا، لكننا إذا سامحنا في ثاراتهم نقتلهم مرتين. الحزن سلاح في يدنا نحن لا في يد العدو، نحزن ونقاتل ويقتلوننا ثم يفزعون. وهذا الكلام يصح في كل جولات القتال قبل هذه وفيها وبعدها، حتى يعانق بعضنا بعضا في ساحة المسجد الأقصى، طالت الحرب أو قصرت. وإن تحريرها كلها ممكن، وإن تحريرها كلها قد بدأ. توكلنا على الله، الله أكبر.